الBDRN. ايه هي التقنية دي؟ الBDRN اختصار لبولي دي اوكسي رايبونيوكليوتايد، ودي جزيئات دقيقة جدا بتستخلص من DNA الحامض النووي، وبالتحديد الحامض النووي المستخلص من سمكة السلمون. ايه فايدة الBDRN في مجالنا؟ هو في المجال الطبي كله، هي تقنية حديثة انتشرت في المجال الطبي كله مش بس مجال التجميل، لان الجزيئات دي اكتشفوا انها لما بتتحقن في النسيج الجلدي هي بتبتدي تبني انسجة وخلايا، واكتشفوا ان الماتيريال دي او الخلايا او المستخلصات الدقيقة دي بتعمل هيلينج افكت عالي جدا في حالات الجراحات. كمان استفدنا من حقن الBDRN في فروة الراس للناس اللي بتعاني من ضعف البصيلة او الصلع او التساقط او ضعف في شعرها وتقطيب، تغذية مباشرة للبصيلة بإعادة بناء خلاياها. وطبعا كلنا عارفين ان فروة الراس او اماكن انبات الشعر بتحتاج جدا التنشيط القوي للدورة الدموية عن طريق حقن الBDRN. طيب ازاي استفدنا احنا في مجال التجميل بحقن الحامض النووي DNA او مستخلصات منه زي الBDRN؟ الاستفادة كانت ان الجزيئات دي بدأت تكون أنسجة جديدة، بدأت تساعد على إصلاح التشو، إصلاح النسيج. مع الوقت نسيج الجلد بيبتدي يكبر أو يشيخ، فبتحمينا من علامات الشيخوخة، بتقلل جدا وجود تجاعيد رفيعة في الجلد. بناء خلية أو أنسجة جديدة بتخلي جلدي نفسه في حالة نضارة، كأني بنيته من أول وجديد. كواليتي الجلد نفسه بتعلى. الBDRN من الحاجات اللي بتساعد جدا على تدفق كميات كبيرة من الدم في أماكن حقنه، فبالتالي بتعمل على تنشيط الدورة الدموية وإصلاح كل الجلد من التلف، وبالتالي تعزيز جدا للفايبروبلاست إنها تنتج كولاجين وإلاستين بصيغة أو بطريقة أعلى. يستخدم في حاجات كتيرة قوي في التجميل. نمبر 1 الإصلاح ونضارة الجلد والتقليل من علامات الشيخوخة وشد الجلد ومرونته، ودي من الحاجات المهمة جدا اللي كلنا بندور عليها، اللي هي النضارة. أحدث التقنيات في مجال التجميل اسألي على الBDRN في لابونيتا جولي اللي دايما جايبة كل جديد.